السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعين أطلس كرة في تحليل مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره تنزانيا في الدور السادس عشر في الكان 2025. قبل البداية لا تنسى الاشتراك لك الفيديو سلكك جديد لنبدأ بالكلاب في التحليل والتحدث عن اللقاء وما جرى فيه. دخل المنتخب المغربي وهو المرشح الأبرز للفوز في اللقاء، لكن المنتخب التنزاني وقف بالند للند للمنتخب المغربي وكان منظم دفاعيا للأمانة، حيث أغلق العمق بطريقة ممتازة، تقليل المساحات بين الخطوط والاعتمادات على المرتدات السريعة. مباراة من النوع الذي لا تحسم بالعدد الكبير من الفرص بل بالتفاصيل الصغيرة والجودة الفردية. أسلوب اللعب: استحواذ للمنتخب المغربي شبه كامل على الكرة لكن بدون جدوى في الشوط الأول. اعتماد كبير على الطرفين حكيمي ونصر المزراوي، خصوصا صعود حكيمي كان طيلة اللقاء. تحركات إبراهيم دياز في العمق كأعطى حلول هجومية خصوصا في الشوط الثاني، لكن المشكلة كانت واضحة: بطء في نقل الكرة في الثلث الآخر من الملعب. الكتلة العالية لدفاع تنزانيا أغلق عمق للمنتخب الوطني المغربي، لهذا لم يكن فعالا في الشوط الأول. إبراهيم دياز لاعب الذي يأتي بالحل من لا شيء، طلب الكرة في العمق كان جيد، استغلال السرعة والمهارة وتخطي دفاع المنتخب التنزاني وسجل الهدف الوحيد في اللقاء. إبراهيم دياز للأمانة يقوم بدور كبير مع المنتخب الوطني المغربي في هذا الكان، حيث يلعب بجدية وانضباط عالي على مستوى التحركات، يطلب الكرة في مساحات ويعطي أدوار هجومية قوية. كذلك هو اللاعب الوحيد الذي نراه يقوم بمراوغات فعالة وتكون خطيرة على الخصم. إبراهيم دياز 4 أهداف في رابع مباراة على التوالي في الكان، وهذا رقم قياسي. على المستوى الدفاعي المنتخب الوطني المغربي لم يقنع بتاتا في لقاء اليوم، شاهدنا أداء مصينة والأخطاء الكارثية في اللقاء، رغم أن الجمهور المغربي يشيد كثيرا بأداء مصينة، لكن في لقاء اليوم قدم هفوات كبيرة لم تكن في صالح المنتخب المغربي. شاهدنا الدقيقة الأولى كان المنتخب التنزاني قريب من التسجيل، كذلك الخطأ السادس والتدخل على المدافع أو مهاجم منتخب تنزانيا عفوا أعطى الجمهور والكلام الفارغ: هل هناك ركلة جزاء؟ طبعا الحكم لم يذهب إلى الفار ولم يكن هناك ركلة جزاء حسب الحكم، وأنا أراها ليست ركلة جزاء لأن اللاعب استخدم الكتيف مع الكتيف. ولكن أداء مصينة اليوم لم يقنع بتاتا على مستوى الخط الخلفي ولم يكن فعالا. نصر المزراوي لعب مباراة كبيرة كالعادة دفاعيا، لكن هجوميا قيد أكثر بالأدوار الدفاعية أكثر من الهجومية، لهذا لم نرى صعود مزراوي المستمر في الخط الهجومي. عبد الصمد الزلزولي للأمانة فعال هجوميا، لاعب سريع مهاري يخترق الدفاعات. الشيء الذي يعاب عبد الصمد هو أن في لحظات في إمكانه التسديد على المرمى ويشكل خطورة من التسديدات، لكن دائما ما يلعب الكرات العرضيات. عبد الصمد يجب عليه أخذ قرارات صحيحة في اللحظات الحاسمة، لأن بعد الكرات كان يجب عليه التسديد، يقوم بالعرضية، وهذا الشيء غير صالح بتاتا لأنه لم يشكل فعال أو لم يكن فعالا للمنتخب المغربي على مستوى خط الهجومي. اليوم الشيء الذي أعجبني في المنتخب هو اللاعب بلال خانوس، أعطى أدوار رائعة في وسط الميدان، كان فعالا، يخلق فرص ومحاولات، يلعب كرات إلى الأمام، يعطي قوة هجومية أو إضافة هجومية، كذلك يقوم بأدواره الدفاعية. النقطة السلبية أو اللاعب غير السلبي أو غير إيجابي في المنتخب في الوقت الرهين هو إسماعيل السيباري، ومقدمه إسماعيل السيباري ليس إسماعيل الذي نعرفه كلنا. لم يقدم إضافة لحدود الساعة رغم أنه سجل الغياب بداية التسلل، لكن حاليا لا يقدم إضافة. أدواره غير فعالة في وسط ميدان المنتخب الوطني المغربي، هذا ما نراه. طبعا المنتخب المغربي فوز صعب على منتخب تنزانيا، لكن أهم في هذه الأدوار هو الفوز والبقاء في البطولة والاستمرار في التنافس على الألقاب. نتمنى التوفيق للمنتخب، وهذا هو كل شيء لدينا، وإلى اللقاء.